وافق أحد أبرز نجوم نادي الهلال على الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، والهلال يستعد لمباريات مصيرية خلال الفترة القادمة، حيث يواجه نادي أوراوا ريد ديمونز اليابانية في نهائي دوري أبطال آسيا، كما يضرب موعدا مع الاتحاد في المربع الذهبي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي دوري روشين السعودي للمحترفين 2022-2023. يقاتل الزعيم الهلالي للتتويج باللقب على الرغم من احتلاله المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة مع مباراتين مؤجلتين. وفي هذا السياق أعلنت صحيفة سبورت موافقة النجم الكولومبي غوستافو كويلر متوسط ميدان الهلال على الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي انترناسيونال البرازيلي. ومن ناحيتها لا تعارض الإدارة الهلالية الاستغناء عن كويلر الذي يرتبط بعقد حتى عام 2024، خاصة في حال توفير البديل المناسب. والنجم الكولومبي البالغ من العمر 30 سنة انضم إلى الزعيم الهلالي في صيف 2019 قادما من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي. ومنذ الانضمام إلى الهلال لعب غوستافو كويلر 116 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، لم يسجل خلالها أي هدف، ومكتفيا ب3 أسيست. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.